لو فاكر ان الذكاء الاصطناعي مجرد شوية ادوات بتساعد الناس في شغلهم او بتساعد اللي بيلعبوا في لعبهم، فخليني اقولك ان الذكاء الاصطناعي ممكن جدا يقعدك في البيت وما تلاقيش بديل لو ما فكرتش صح وبدأت تستغله وتتعلم ازاي تخليه يساعدك في شغلك من دلوقتي. سمعت عن 2 موظفين راحوا يتقدموا الوظيفة، واحد عنده خبرة 5 سنين والتاني عنده خبرة سنة واحدة بس. فتفتكر مين في الاتنين ممكن يتقبل في الوظيفة؟ قبل ما تجاوب زي ما انا اتسرعت وجاوبت قبل ما اسمع القصة كاملة، خليني اقول لك ان اللي عنده خبره سنه واحده بس هو اللي كسب الشغلانه، وده عشان زود مهاره صغيره قد كده على مهاراته اللي بيعرف يعملها، الا وهي استخدام الذكاء الاصطناعي في شغل. يعني مثلا انا لو عندي شركه وعايز اوظف فيها حد وجالي نفس الاتنين الموظفين، اكيد هقبل اللي يقدر ينجز مهام اكتر، واكيد اللي يقدر يستخدم الذكاء الاصطناعي باحترافيه هيقدر ينجز مهام اسرع واكتر بكتير من اللي لسه معتمد على خبرته بالطرق القديمه من غير تطوير. فحاول تتعلم اكتر عن الذكاء الاصطناعي، ومش بس في صناعه الصور والفيديوهات. اتعلم تحليل البيانات واداره منصات السوشيال ميديا والكتابه وانشاء المواقع والتطبيقات واي حاجه ممكن تساعدك مستقبلا في شغلك، او على الاقل تقدر تغوص فيها جنب شغلك. وما تنساش تشاركنا برايك في كومنت وتتفاعل مع الفيديو ده بفولو لايك وشير وتصلي على النبي.